الكل يعاني ويشتكي من غلاء الأسعار في المغرب. فما سبب هذا الغلاء وما الحل؟ لابد أنت كذلك تعاني من هذا المشكل، مشكل غلاء الأسعار. هل ستتحسن الأمور بعد مدة كما ينتظر الجميع؟ يعني هل سوف تنخفض الأسعار بعد عام أو عامين، أم أنها سترتفع أكثر؟ ماذا يجب على المغاربة فعله؟ وما علاقة الصندوق الدولي بالموضوع؟ وكذلك تعويم الدرهم، وما هي بعض المشاكل التي سببت في غلاء الأسعار؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، وسنتعرف كذلك عن عدة أشياء أخرى مهمة تهم جميع المواطنين من أجل وضع حلول لأنفسهم. فغلاء الأسعار أصبح الكل يعاني منه. فما سبب هذا الغلاء؟ من بين هذه الأسباب كما قلنا أخطاء الحكومات، وكذلك فساد بعض الحكومات والأشخاص. ولا ننسى كذلك مشكل الصندوق الدولي الذي اقترض منه المغرب أموال كثيرة جدا، والمشاكل الاقتصادية في بعض الدول التي أثرت على الاقتصاد المغربي. ولكن ما يهمنا نحن هو الحلول. ما هي الحلول؟ ومن هم الأشخاص المتدخلون في هذه الحلول؟ كما قلنا، بما أن الحكومة سببت في هذا المشكل، أو أن دورها هو حل هذا المشكل، ولكن هل الحكومة سوف تحل للمغارب جميع المشاكل، أم أنها سوف تزيد الطين بلة كما قلنا في الأول؟ الحكومة بدأت ب وضع أو إحصاء السكان من أجل معرفة السكان الذين يحتاجون إلى الدعم، لأنها سوف تقوم بتحرير المخصة، وبالتالي غلاء البوطة الغاز وكذلك بعض المواد الأولية. ولكن الحلول التي سوف تقوم بها الحكومة لن تكون حلول في صالح المواطن، بل حلول ترقيعية فقط. فماذا يجب على المواطن أن يفعل من أجل وضع حد لهذا المشكل الذي هو مشكل غلاء الأسعار؟ هناك من يقول بأنه يجب على المواطن التوفير، جمع الأموال، استعدادا لهذه الأزمة. ولكن هناك من يقول بأنه إذا قمت بجمع الأموال خصوصا الدرهم، يمكن أن تقع في مشكل، حيث أن تعويم الدرهم يمكن أن ينقص من قيمة هذا الدرهم. بالتالي يقولون بأنه من الأحسن استثمار هذه الأموال التي وفرتها بشراء أرض، أو شراء ذهب، أو شراء شيء لا تسقط قيمته. ولكن هذه الحلول مجرد حلول ترقيعية، فهناك من لا يتوفر أصلا على هذه الأموال ليستثمرها. بالتالي يجب على هذه المواطنين العمل أكثر، وعمل أكثر من وظيفة وأكثر من مهمة. ولكن هناك مشكل البطالة ومشاكل أخرى كما قلنا في الاقتصاد. لكن رغم ذلك فيجب على كل مواطن البحث عن عمل جديد. فكما تعلمون هناك وظائف جديدة في الانترنت، وهناك من يعمل في اليوتيوب والفيسبوك. وهذا من بين الاقتراحات الجيدة التي يقترحها بعض الخبراء، حيث أن العمل في الانترنت خصوصا في يوتيوب وفيسبوك يمكن أن يدير عليك بعض الدولارات. وبالتالي عندما تقوم باستخلاص هذه الدولارات، فإذا وقع مشكل في الدرهم يصبح ثمن الدولار أغلى جدا. وبالتالي عوض أن تأخذ مثلا، إذا قلنا مثلا 10 دولارات، إذا أصبح الدولار ب20 درهم فيصبح ثمن كبير جدا، خصوصا إذا وقع مشكل بعد تعويم الدرهم، وقع مشكل في العملة المغرب التي هي الدرهم. إذا كل هذا بعض الحلول التي نقترحها. في رأيكم أنتم ما هي الحلول الأخرى الممكنة، وماذا تقترحون؟ ضعوا اقتراحاتكم في التعاليق، ولا تنسوا كذلك تشجيعنا بالضغط على زر جيم ليصل الفيديو إلى الجميع، وكذلك مشاركته مع أصدقائكم لكي يستفيدوا ويضعوا حلول لأنفسهم قبل أن يقعوا في الكارثة لا قدر الله. إذا هذا كل ما جاء في هذا الفيديو. سوف نضع فيديوهات أخرى إن شاء الله نتحدث فيها عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى تهم المواطنين، خصوصا بعد هذا الغلاء وهذه المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المغاربة. وإلى فيديو آخر إن شاء الله.